حجازي، ويطلق الحكم الاسباني كارلوس كاربالو صفارة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز النادي الاهلي بالسوبر الرابع بعد ان تغلب على منافسه وغريمه التقليدي نادي الزمالك 3-2 في مباراة روعة وروعة الروعة. ادى فيها الفريقين اداء مبهر مفيش ابدا مشكلة. بكلم جمهور الزمالك، اوعى تنزل دمعة من دموعك. فريق الزمالك فريق عظيم ولعب مباراة كبيرة جدا جدا جدا. فريق الاهلي فريق عظيم وعناق عظيم بين اللاعبين الاهلي والزمالك. النهارده الاهلي تفوق على نفسه، الزمالك ايضا كافح كفاح كبير وعظيم بالفعل. زي ما قلت المهندس محمود طاهر اول امبارح هو ضيف هنا في الاستوديو، لازم جماهير الاهلي تعرف ان هناك منافس قوي جديد اسمه نادي الزمالك، لم يكن موجودا في السنوات الماضية لان ما كانش فيه صفقات قوية مدوية وما كانش فيه استقرار مالي واداري. النهارده الزمالك عملاق جديد في سماء كرة القدم بعد سنوات عجاف. لما يلعب قدام الاهلي مش هتقدر تقول كل مرة ان الاهلي يا عم كسبان على الاطلاق. النهارده المباراة على ارض الملعب الاهلي يفوز او الزمالك يفوز، وبالتالي على كل الجماهير ان تتقبل هذه اللغة. يمكن ان انت تكسب النهارده، ممكن تخسر بكرة. كسبت النهارده مبروك، خسرت بكرة مش نهاية الكون. وعلى المتربصين والحاقدين ان هم يبتعدوا عن النادي الاهلي وادارته، ان هم يسيبوا الفانيلا الحمراء تعبر عن نفسها، ان هم يسيبوا المارد ينتفض من جديد ويخلوا الاستقرار هو لغة هذا النادي العظيم. النتائج مش هتيجي ابدا بالانتقادات اللاذعة ولا بالتدخلات الجماهيرية الغير مبررة. الانتصارات ستأتي عندما يكون هناك استقرار جماهيري واستقرار اداري واستقرار فني، تقدر تاخد من الفريق وتحط في اعتبارك كل مرة ان مش بالضرورة هتكسب على طول. مرة تانية بكرر، هناك مارد اخر كبير اسمه نادي الزمالك، وهناك جمهور عظيم اسمه جمهور نادي الزمالك اللي بدأ خطوات جديدة مع نادي كبير وعظيم اسمه نادي الزمالك. بعد دقائق هنبدأ مع بعض مراسم الاحتفال، احتفال المارد الأحمر. أنا نفسي أسمع الهيصة دي. خد يا محمد الصورة وسيب لي صوتي شوية.